لسه شايف خبر عن انمي وان بيس وان هو هيتحول لانمي موسمي بعد ما كان بينزل منه تقريبا 50 حلقة خلال السنة كلها، هينزل منه بس 26 حلقة خلال السنة كلها. في ناس شايفة ان دي خطوة كويسة، وفي ناس ثانية شايفة ان دي خطوة وحشة وهو كده هيمط في الاحداث اكتر. انا تصوري ان دي خطوة بصراحة كويسة لانمي وان بيس، لان خلاص ابتدى انمي وان بيس يبقى فيه منه كتير والناس بتستناه كل اسبوع ان ينزل حلقة او كل اسبوعين ينزل حلقة. بس لما هيقل عدد الحلقات بتاعته، ده هيساعد ان الانمي القيمة بتاعته تزيد، عدد المشاهدات بتاعة الحلقة الواحدة هيزيد، فبالتالي هيجي فلوس اكتر للانتاج وللكاتب وللناس اللي بتشتغل على الانمي. الناس التانية اللي شايفة ان هي حاجة هتكون مش كويسة، ده بسبب ان هو كده كل حلقة هتاخد فصل واحد، فده هيساعده ان هو يعني بصراحة يطول ويمط في الأحداث أكتر شوية مما كان بيحصل. فأتمنى إن هو يكون بيفكر بطريقة صح شوية، وإن كل حلقة من الحلقات لازم ما يمطش فيها وما يكونش فيها أحداث وفيلرز ملهاش أي لازمة. قول لي أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ هل حابب إن هو بس هيكون عدد حلقات معين خلال السنة وإن هو هيكون أنمي موسمي، ولا مش حابب الموضوع ده؟